ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده اول مره اظهر معاكم على التليفون وبدون مونتاج. النهارده الروتين بتاع التلاجة عندي كل اسبوع لازم انضف التلاجة قبل ما نجيب تسويقتنا. النهارده يوم الاحد عندنا في البلد اللي احنا فيها. النهارده السوق عندنا يوم الاحد، السوق عندنا. طبعا جايبين الخضره بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي مش مشترك معايا في القناة يشترك، واللي محطش لايك يحط لايك، واللي مشترك يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى الفيديوهات تكون عجباكم، واللي عنده فكرة جديدة يقولها لي في التعليقات. واتمنى كل اللي يشوف الفيديو يشترك يا جماعة، مش هيكلفكم حاجة. نبدأ معاكم الفيديو. اول حاجه الخضره بتاعتنا والفاكهه. طبعا احنا اللي بنلاقيه في عدنا نجيبه من السوق، ماشي، ما لقيناش باقي الاسبوع الحاجه بتعدي من قدام الباب ما نجيبها. جبنا بطيخ. انا بصراحه مش هنروح السوق، هو راح جوزي، مش هنروح السوق نهائي. بطيخ معانا وفلفل وباذنجان، وجبنا اناناس. نعطي جرب يمثل التليفون، مثل جرب جرب هنا يا ماما، يا ابني جرب هنا. اناناس وجبنه عنب. هنرص التسويقه كلها معاكم. جبنه طماطم وجبنه شامي، طبعا موسم ولسه طالع، انا عندي عيله يحبوه. وجبنه تفاح وجبنه خضره والطماطم وجبنه قلقاس وجبنه خيار وجبنه موز وجبنه بطاطس، وطبعا البطيخ حاجه اساسيه. يعني ما نجيب عشان ما يطولش عندنا والثلاجه تكفي. جيب اللي يكفيني يوم او اتنين من الاسبوع، وباقي الايام اللي يعدي من قدام الباب اجيبه. دلوقتي طبعا لازم انا كل اسبوع قبل ما تجيب الحاجه بتاعت الخضار والفاكهه واحطه في الثلاجه، لازم امسح الثلاجه تفضل معاك على طول نظيفه، ما تعملش ريحه. مفيش حاجه تصفر فيها او اي حاجه، او في بقع في الثلاجه، تفضل معاكي كانها جاي جديد. هقوم امسح معاكم الثلاجه واوريكم انا من غير ما ابلها ميه خالص، وما تنضف معايا وتبقى فله. بمكون بسيط خالص ومش هيكلفك حاجه، يعني كده كده بنستعمله في البيت. ركز اهو يا حبايبي، التلاجة بتاعتي فضيتها. انا مسحاها، يعني شايفين هي نظيفة، بس برضو لازم امسحها تاني. شايفينها انا محتفظة بيها ومحافظة عليها خالص. امسحها من غير ما ابلها خالص مية. هوريكم دلوقتي. شايفين هي نظيفة، بس لازم امسحها تاني برضو قبل ما ارص الخضار والفاكهة بتاعتنا. لو استمريت على كده وكل اسبوع تمسحيها هتفضل معاكي نظيفة وحلوة خالص. يلا اه يا حبايبي، انا اللي بمسح بيه التلاجة والبوتاجاز عندي والفريزر الكبير برضو. ملمع الجزاز. دلوقتي ملمع جزاز جلاسي. اي نوع ملمع جزاز عندك تستعمليه حلو خالص في التلاجة، خليها معاكي فل وريحتها حلوه، يعني ريحه ونظافه في نفس الوقت. شايفين انا التلاجة لسه ما مسحتهاش ونظيفه. تعالي يا بس هنا. شايفين؟ هنفضي بس الحاجة اللي ماسحة مكانها ونظيفة، بس هي برضه لازم اشيلها تاني وانضف بأمانة. ولا أي ريحة ما تتربى عندي في التلاجة، عشان أنا منضفاها على طول. والملمع حلو خالص. نرص حاجتنا كده بس على ما نمسحها. نخش الحاجة بتاعتنا كده. طبعا اللي عنده أطفال لازم التلاجة يبقى فيها شوكولاتة يا جماعة، وغير كده أنا لسه جوزي جاي، فعشان كده عندنا شوكولاتة كتير. شوف شوف. أي فوطة مطبخ عاد معاكي نظيفة امسح بيها وتكون طرية في نفس الوقت. شايفين؟ مش واخده اي مجهود معاكي، مش واخده وقت بامانه، وريحتها روعه. اي نوع من ملمع الجزاز عندك هتنضف معاكي وتبقى 100 100. شايفين؟ مش واخده معايا مجهود خالص ونطفت اما تلمع. هخلصها وارجع لكم.
اه كده يا حبايبي، رجعنا التلاجة بتاعتنا عروسة تاني كأنها جاي جديد. شايفين اللمعة بتاعتها بأمانة من غير ما بلها مية خالص. من ساعة ما جت وانا ممسحها بنفس الملمع بتاع الجزاز، مش اكتر من كده. شايفين؟ وريحتها روعة. منها تبقى ضامنة نظافة الأكل جوه، ما تعملش ميكروبات ولا حاجة للأطفال. شايفين؟ كله بره وجوه بنفس الملمع. في 5 دقايق تبقى نظيفة وضامنة نظافتها ومية مية. اهو هنرص عدد الحاجة بتاعتنا وهرجع. اهو يا حبايبي دلوقتي انا مخليه مخصصه الدرج اللي فوق ديتي للشوكولاته بس، عشان لو فيها اي اكل ريحته نفاذه شويه ما يتاثرش على الحلويات وكده، رغم هي مغلفه بس برضه هتبقوا ضامنين الحاجه. انا الدرج اللي فوق ديتي هو اصلا بتاع لحوم واسماك وحاجات زي كده، بس انا ارص فيه البيض احسن يا بالشوكولاته. معلش يا جماعه. هاي حبايبي كده رسالة الحلويات بتاعتنا. بعد كده هنجيب البلاستيكات بتوعنا عادي ونرص الفاكهة والخضار. بصي يا حبايبي، اي فوطة مطبخ عندك نظيفة حطيها في درج التلاجة من تحت، عشان لا فاكهة ولا خضار بس يعرب منك ويبوظ القماشة دي بصراحة، او فوطة المطبخ يعني. هتحطيها من تحت كده هاتي في الدرج، مش هتخلي اي فاكهة ولا خضار تحطيه في الدرج من تحت يعرب معاكي او يبوظ. جربوها على اي الخضار او الفاكهه. لازم كل ما اغسل التلاجة كل اسبوع كده قبل الخضار، وقبل ما احط الخضار والفاكهه فيها لازم اجيب فوطه مطبخ غير اللي كنت حطاها، اطلعها اغسلها واحط غيرها، احط عدل الخضار والفاكهه فيها. بصراحه الدرج ديت نافعني، ما يشيل حاجات كتيره مع بعض يعني، مش شرط خضار بس او فاكهه بس. الحاجه اللي مش هقدر اوفر لها مكان فوق في التلاجة بحطها في الدرج عادي. يعني عندنا شويه برتقال، ده برتقال ديت من الاسبوع اللي فات يا جماعه. انا عندي اصلا التلاجة تحت مش لما تعمل ميه عشان هي بخار، فالحاجه ما تحتفظ بيها عادي يعني، مش مطبوظ الحمد لله. تقدر انت تقسم الدرج الاتي في معاكي، يعني يعتبر نص الحاجه بتشال في الدرج بصراحه، عشان بس اسيب مكان للتلاجة. لو في التلاجة فاضل العيش لو هتطبخ كده كده يبقى الحاجه عن مكان عندك التلاجة تشيل معاكي. جزء صغير للخيار. الباذنجان معانا برضه، قلت لكم هشيل 3/4 الحاجه اهو. بصراحه الدرج نافعني يعني، مش اكتر من اللي ترص بلاستيكات وحاجات زي كده ترص فيها الحاجه ما تاخد مكان كتير يعني، لكن كده هتشيل معاك اكتر. وبرضه هنحط البطاطس كله ده في الدرج، يبقى حطينا البرتقال والخيار والباذنجان والبطاطس في الدرج بس. اهو يا جماعه، الحاجه تفضل معاك من اسبوع لاسبوع، تبقى نظيفه ومفيش ريحه والدنيا مية مية معاك. خدتش معانا نظافتها 5 دقايق وتفضل نظيفه معاكي طول الوقت. واحسن ما تسيبيها وفيها حاجات تبقى عادي تعمل ريحه وتاخد معاكي مجهود وتاخد معاكي وقت، لكن هي كده 5 دقايق في الاسبوع تخلصي منها. اهو يا حبايبي كده الدرج شال الخضار وفاكهه برضه كويس يعني. دلوقتي معانا كده حاطينه في بلاستيكايه، نرجع عادي للطماطم. معلش يا جماعه ولد ما يكلمني.
اهو يا جماعه النهارده الحاجه حلوه، الخضار حلو والفاكهه حلوه. بصوا الطماطم حلوه خالص. دي طماطم تاني برضو. الطماطم تكفينا طول الاسبوع عادي، سلطه، خضار، طبيخ، اي حاجه ما تعزيش من بره. عشان كده يا حبايبي هات كيس الهنا. لا شغال. اه برضه يا حبايبي ما تجيتش مكان عشان التلاجة تكفي معايا برضه، الناس هحطه في الدرج. حاولوا توسعوا كده على نفسكم وكل هيشيل، مش ما تغلبوش. اهو ايداش قال لكم استعرفوا. اهو يا حبايبي كده رصينا الفاكهه بتاعتنا كلها والخضار. هنكمل رصه في التلاجة عادي وهرجع اوريها لكم. اهو يا جماعه كده خلصنا رصه تلاجتنا. ابو الاولاد هيشوي لنا شاي مع البوتاجاز عشان يبوظوا، وبرضه هغسله بالملمع يا جماعه، برضه مش هنحط عليه ميه ولا اي حاجه، ملمع الجزاز بس. اهو توخه تعبت يا ماما. ده اللي مستني الشام يا جماعه. قول لهم باي، يلا قول لهم باي يا توخه، قول لهم باي. قال لكم باي يا جماعه. حط لايك عشان خاطر توخه. مكسوف ليه طيب؟ مكسوفه ليه ماما؟ قاعد مستني الشام. باي باي. يلا حبايبي يا رب يكون الفيديو عجبكم. هنستنى عد لما يخلص لنا الشاي وناكل الشاي. ما تفضلوا معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واتمنى تشتركوا. يلا سلام.